لكل واحد غاوي كورة ولكل واحد محب للكورة، وكل واحد عاشق للنادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب وشعار النادي. امبارح كان الماتش في آخر الشوط الثاني كان النادي الأهلي متفوق وضاعت منه هجمات، عكس ما بيقول الكابتن علي ماهر إن ما كانش بالنسبة لهم فيه خطورة على المرمى ولا النادي الأهلي ما كانش عليه خطورة. انت روح اتفرج، او تقريبا انت كنت قاعد بره، دماغك سرح في حاجة تاني مش في الماتش. قلت كمان ان مستر كولر قال على تضييع الوقت، وان انت بيحصل معاك ليه؟ هو انت قايل للعيبة بتاعتك ان هتعمل نفس ما بيحصل معاك مثلا؟ يعني انت حاطط في دماغك الكلام ده، او انت منبه عليهم وقايل لهم والكلام ده كله؟ الحاجة التانية اللي احب اقولها برضو، يعني اغنية سطلانة بقت حاجة، يعني طاهر عمل جو جامد جدا بصراحة بالنسبة للنادي الاهلي. يعني النهاردة المنتخب القطري بيغنيها، بقيت حاجة سبحان الله. يعني لما تيجي تتفرج عليها كده وتتفرج على اللي بيحصل مع النادي الأهلي، سبحان الله. يعني النادي الأهلي دايما المواقف بتيجي معاه والحظوظ بتيجي معاه، وربنا دايما بيكرمه لإخلاص الناس فيه وإخلاص اللعيبة وإخلاص إدارة وإخلاص كل حاجة. تلاقي دايما يعني إيه، يعني تلاقي دايما فترة من الفترات، بالنسبة إن أنا راجل مواليد التمانينات، فيجي لك مثلا قعدوا يتكلموا مثلا على ابو تريكه ووائل جمعه وعماد النحاس وعماد متعب، وقعد يقول لك العواجيز والعواجيز راحوا والعواجيز جم، وجم العواجيز دول خدوا الدوري واكتسحوهم، وقعدنا فتره مكتسحين كل حاجه، فضل من كان من عند ربنا سبحان الله وتعالى. جم كان اتكلموا على رمضان صبحي وقعدوا يقولوا ابن النادي ويتريقوا ويحفلوا علينا فتره. جه ربنا برضك كرمهم باتنين مش واحد، اتنين مش واحد، يوسف أسامة نبيل وسيف فاروق جعفر. الاتنين راحوا بيراميدز وراحوا نفس النادي اللي راحوا رمضان صبحي، فدي حاجة بتبقى من عند ربنا. وسبحان الله يبقوا مستنيين الماتش ان هم هيفوزوا على النادي الاهلي، وهوب تيجي كلمة القضية ممكن وقفشة والكلام ده كله تحصل لهم صدمة. تيجي تلاقي مثلا موقف من ضمن المواقف مثلا اللي تيجي تحصل مثلا في سنة من السنين، كان الغندور ده، وكان قعدوا واحتفلوا في الملعب وكان فاضل ماتش للنادي الاهلي. انا مش متذكر التاريخ بالظبط، احتفلوا بيه وجه النادي الاهلي فاز الماتش دوت وربنا كرمه وخد الدوري بعد وحضرت خالد الغندور ده في انسحاب لماتش وانا عيل صغير. فالفكره اللي انا يعني بقولها دايما ان جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه هي سبحان الله ربنا مسيرها له، ربنا مسخرها له، كرم من عند ربنا. الناس دي ما بتعملش حاجه غلط، مفيش حد بيجي يغلط. يعني تتفرج مثلا على كلمه مثلا قالها ميدو، يعني بيقول لك ايه، وشهدت شاهد من اهلها. يجي ميدو مثلا يقول لك ايه، انا كلمني نادي فرنسي كان عايز محمد عبد الوهاب الله يرحمه، ربنا يغفر له يا رب ويجعله في الجنه. فكلموا نادي فرنسي ان محمد عبد الوهاب هيحترف بره والكلام ده، وشوفه واتكلم معاه. وكلم محمد عبد الوهاب وقال لك قبل الوفاه باسبوعين بالظبط، ومحمد عبد الوهاب قال له بعد اذنك سيبني، وانا الحمد لله راضي بحالي وراضي باللي انا فيه، وفضل من عند ربنا، وانا عايز اقعد في النادي الاهلي وعايز اعمل تاريخي هناك. يقول لك انا مستعجب من رد الفعل. انت ما تستعجبش من رد الفعل. رد فعل النادي الاهلي ده مخلصين جامد جدا، يعني مخلصين لدرجه فوق ما تتخيل. والاخ اسامه ده اللي النادي الاهلي سابه، معرفش ان كان في ايه المشكله اللي حصلت في غرفه الملابس والدولاب والحوارات ديت، وراح الزمالك وعمل نفسه ان هو زملكاوي. انا واحد من ضمن الناس برد عليه وبقولها له، يعني عمرك في حياتك ما هتعرف تعمل بونت على النادي الاهلي او ترند على النادي الاهلي. والحمد لله ان يعني احنا كاهلاويه بالنسبه لنا انت ما تلزمناش، وخساره والحمد لله ان انت يعني مش موجود معانا. يعني انت كويس ان انت مكسب للنادي الزمالك، او للنادي اللي انت بتشجعه او اللي انت منتمي ليه، او اللي انت دمك محروق عليه، بس بطريقه تمثيليه يعني. آه، احنا بطولات شبعانين،
جمهور شبعان، جمهور ما بيقفش على لاعب ولا إدارة بتقف على لاعب. جمهور امبارح هتف بصالح سليم اللي متوفي، وهتف إن مش عايز لعيب من نادي الزمالك عشان أهان إدارة النادي الأهلي وغلط في النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي. الحاجة كمان اللي أنا عايز أقولها لك، إن من فضل الله من فضل الله من فضل الله عمركم ما جيتوا اتكلمتوا عن النادي الأهلي في حاجة إلا لما ربنا دايما بيعكسها معاكم. دايما حبنا للنادي الأهلي أو تشجيع النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي يعني ربنا بيكرمه، ربنا بيديله بيسخر له، دايما فرحان. في عز ما بنبقى واقعين بنطلع ببطولة ببطولتين، بتحبوا تحوروا كتير. افريقيا لا مش مهمة، لا كاس العالم ده اصل شرفي، لا اصل مش عارف ايه. طب وانتوا فين بطولاتكم؟ يعني انت تاريخك اللي انت قاعد عمال تتنطط بيه انت فين؟ ال 14 ال 14 دوري اللي انت، ولا 13 دوري، ولا الكام دوري اللي انت واخدهم دول النادي الاهلي من كام السبعينات واخدهم؟ انت جاي بتحتفل بيهم في الالفيه؟ ربنا مديكم رئيس نادي ما قعدش غير بيشتم، والحمد لله موقعكم بفضل من عند ربنا، يعني فضل من عند ربنا، وانتوا راضيين بيه وفرحانين بيه. يعني بتقولوا ده اللي هيجيب لنا البطولات، وده اللي واخد حقنا. اول مره اشوف ثقافه الجمهور وصلت ان الشتيمه والاهانه هي اخدان حق، او ان انت بتاخد حقك. هي دي الشطاره وهي دي الاخلاق ونادي الكرامه. كرامتك ما بتجيش بشتيمه، كرامتك تيجي بالهيبه. والنادي الاهلي هيبه، هيبه في كل حاجه، هيبه في مجلس ادارته، في رؤسائه، في جمهوره، في لاعيبته. كل ده هيبه. الهيبه ما بتتصنعش وما بتتفرضش وما بتتكتبش على يفط. الهيبه موجوده في الشخص، موجوده في الاداره، موجوده في جمهوره، موجوده في كذا حاجه. عمرك في حياتك ما هتوصل لهيبه النادي الاهلي مهما يكن، مع احترامي للجميع. عمرك ما هتوصل للنادي الاهلي. عمر ما حد عندك هيبكي على ناديك او هيقعد في عز مرضه ببطانيه زي كابتن ثابت البطل في ماتش من الماتشات وهو بيموت وروح البيت توفى. هو ده النادي الاهلي، وهي دي ولاد النادي الاهلي، وهي دي رجاله النادي الاهلي. لكل غاوي كوره، وكل محب للنادي الاهلي، وكل واحد بيحب الكوره وغاويها وبيتكلم بصراحه، دعمني في قناتي ودوس اشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.